النهارده هكلمك عن واحد من افضل الموبايلات الاقتصاديه اللي نزلت مؤخرا، وهو الشاومي ريدمي 14 سي. طبعا هنتكلم في كل حاجه محتاج تعرفها: الاداء، الكاميرا، البطاريه، الشاشه كمان، وهل هو فعلا يستحق السعر ولا لا. فلو بتدور على موبايل بميزانيه معقوله وبيقدم تجربه متوازنه، فخليك معايا للاخر علشان تعرف الموبايل ده هل مناسب لاحتياجاتك بالفعل ولا لا. صلى على النبي اهم حاجه، ولايك وسبسكرايب، ويلا بينا. البوكس هنا مختلف الحقيقه، وده بيوحي ان محتويات العلبه جايه بشكل كامل. عندك الموبايل طبعا وراس الشاحن سلك يو اس بي، واخيرا جراب سيليكون شفاف. 13 سي الجيل القديم من الموبايل ده تقريبا ما كانش جاي معاه جراب. ساعتها عملنا كومنت سلبي على الموضوع ده وقلنا ازاي موبايل اقتصادي ما يكونش في حاجه زي كده، ولكن حصل عكس كده في الجيل الجديد هنا. وعايز اقول لك ان في موبايلات رائده من شركات عملاقه فعلا مش بتيجي معاها الحاجات دي، اللي هو الموبايل يا معلم وسلك شاحن وشكرا. المهم محتويات العلبه مش بتكون جايه بشكل كامل، فدي حاجه اكيد بتنزل الموبايل ده. بالنسبه لديزاين الشاشه هنا جايب هول بانش وبيزلز كبيره، مش احسن حاجه الحقيقه. البيزلز كبيره قوي فعلا عن اي موبايل موجود في الفئه السعريه دي، وامر طبيعي ومتوقع، ولكن في موبايلات موجوده في الفئه السعريه دي بتيجي ببيزلز اقل. المهم ما علينا من ديزاين الشاشه هنا. الشاشه هنا اي بي اس كبيره فعلا، جايب 6.88 انش بفريش ريت بيوصل ل 120 هرتز، ومستوى السطوع هنا بيوصل ل 600 نتس. وتقييمي لتجربه الشاشه هنا على مستوى الكواليتي مش احسن حاجه الحقيقه، دقتها منخفضه نسبيا مقارنه ببعض الموبايلات الموجوده في الفئه السعريه دي. هي شاشه من الاخر مش للمستخدم البروفيشنال، دي حاجه للمستخدم العادي اللي هو فاهم ماشي نفسك بيها، وده العادي. خلي بالك في الفئه السعريه دي يعني التجربه هنا مش هتختلف عن اي موبايل تاني موجود في الفئه السعريه دي، ده العادي. عموما ما تتوقعش اداء يبهرك في الجانب ده من موبايل اقتصادي عادي. واهم ما يميز الموبايل ده عن اي موبايل تاني هو الفريش ريت اللي الشاشه بتوصل له هنا. الشاشه هنا طبعا 120 هرتز، ده معناه انك هتاخد تجربه سلسه جدا في السكرول اب والسكرول داون. السكرولنج عموما هيكون سموث جدا معاك. مستوى السطوع هنا مناسب الى حد ما في معظم ظروف الاضاءه. الموضوع هنا الحقيقه هيكون كويس جدا في الاندورز، ولكن في الاوت دورز الموضوع مش هيكون افضل حاجه الحقيقه. فلو انت من الاخر يا معلم هتمسك الموبايل كده تحت اشعه الشمس، فالموضوع مش هيكون افضل حاجه معاك في الحته دي. وبالنسبه للمعالج فشاومي استخدمت في الموبايل ده معالج من ميديا تيك، وهو الهيليو جي 81 الترا. قد تكون اول مره تسمع عن المعالج ده، ولكن هو بالفعل موجود في اكتر من موبايل موجود في الفئه السعريه دي. موجود تقريبا في الانفينكس هوت 15 اي وغيرهم طبعا من الموبايلات. معالج ما يختلفش كتير عن الهيليو جي 85 اللي كان موجود في الريدمي 13 سي، وفقا لبعض المقاييس زي انتوتو الهيليو جي 85 بيحقق اداء اعلى بنسبه طفيفه جدا، وده الحقيقه مش ملحوظ في الاداء العام هنا. ففي المهام اليوميه الموضوع يكون مناسب جدا الحقيقه، يعني تصفح، تشغيل تطبيقات، سوشيال ميديا، وبعض الالعاب طبعا اللي هتبدا تلعبها هنا، فالدنيا هنا هتكون كويسه جدا معاك. ومن حيث الالعاب هتاخد اداء مقبول، ولكن في بعض السيناريوهات هتلاقي دروب فريم، تقطيع، العادي يعني اللي هتشوفه من اي موبايل اقتصادي، وده المتوقع خلي بالك، وهتشوف ده بالفعل. المختصر المفيد من الليله دي كلها: محتاج موبايل بيقدم تجربه استخدام يومي بشكل مثالي، فهيكون الموبايل ده، ولكن مش هيكون امثل حاجه اكيد في الالعاب التقيله زي بابجي او المهام اللي بتتطلب منك اداء عالي. وخلينا واقعيين، في الاول وفي الاخر ده موبايل اقتصادي وما تتوقعش منه مواصفات اعلى من كده. مفيش ابجريد ملحوظ هنا بالجيل القديم من الموبايل ده الريدمي 13 سي، حاسس بداون جريد حصل في الجانب. وبالنسبه لنوع السماعات هنا، فنوع السماعات هنا مونو، لذلك هتشوف مخرج واحد او سماعه واحده للسماعات هنا، واداها كويس الحقيقه بالنسبه للفئه السعريه دي، بتوفر مستوى صوت مناسب، ولكن لما بتوصل لمستوى عالي من الصوت مش بيبقى انقى حاجه، وده امر متوقع برضه في الفئه السعريه دي. واخيرا بيدعم مدخل ال 3.5 مللي لسماعات الوزن. وبالنسبه للبطاريه فالبطاريه هنا عملاقه فعلا. وخليني اقول لك في بدايه كلامي ان في النقطه دي في ميزه وفي عيب. خلينا نبدا بالميزه، وهي ان سعه البطاريه هنا 5160 ملي امبير، دي اكبر سعه بطاريه تقريبا موجوده في الفئه السعريه دي، فدي حاجه اكيد بتنازل الموبايل ده عن اي موبايل تاني، وهيكون خيار ممتاز جدا للمستخدمين اللي بتهتم بالنقطه دي. الموبايل هنا فعلا هيكمل معاك اليوم مرتاح جدا، ممكن يوصل معاك سكرين اون تايم فيديوز بشكل متواصل لمده 14 ساعه، وده رقم فعلا مرعب. ممكن بقى اللي يقفلك يا معلم في الجانب ده هي سرعه الشحن. الشحن هنا جايب بسرعه 33. تقول لي طب ما ده كويس في الفئه السعريه دي، انت متوقع سرعه الشحن هتكون كام مثلا؟ اقول لك والله يا معلم ده قدره الشحن اللي راس الشاحن بتدعمها، يعني راس الشاحن بتيجي ب 33 واط عادي، لكن الموبايل بيدعم ال 33 واط دول بشكل كامل. اقول لك لا، الموبايل هنا بيدعم قوه شحن 18 واط بس، وده العيب اللي انا شايله لك يا معلم، او ممكن ما يكونش عيب بالنسبه لي، وده لان شاومي معوضه الموضوع هنا بسعه البطاريه الكبيره اللي موجوده في الموبايل ده. لازم يكون في تنازل في الجانب. في منافسين بالفعل في الفئه السعريه دي بتيجي ب 33 واط، ارقام اعلى من كده، ولكن بتيجي بسبب بطاريه اقل من كده. المهم سعه البطاريه الكبيره دي مع قدره الشحن القليله جدا دي، فهتعاني شويه لما تشحن الموبايل. انا شفت احصائيه كانت بتقول ان الموبايل ده يشحن من 0 ل 100% في حوالي ساعتين تقريبا، وزي ما قلت لك ان دي مجرد احصائيه مش ارقام رسميه من الشركه، واتوقع الحقيقه ان البطاريه ممكن توصل لساعتين شحن عادي، لانه اوريدي سعه البطاريه كبيره وقدره الشحن قليله جدا. طيب بالنسبه للكاميرات، عندك الكاميرا الرئيسيه هنا 50 ميجا بكسل، والكاميرا ثانيه ديبس 2 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثه دي مجرد شكل ملهاش وظيفه فعليه. الاضاءه العاليه في الصوره بتساهم بشكل كبير في نتيجه الصوره انها تطلع بشكل مميز
لذلك هتاخد تجربه كويسه في الاضاءه العاليه، تلاقي الصوره طبيعيه مقارنه بموبايلات تانية كتير بتشبع الوان الصوره والكلام ده. لا الصور هنا واقعيه وتفاصيل الى حد ما كويسه ومقبوله، وتصوير البورتريه يعني كويس جدا، تحديد الاطراف بيتم بشكل كويس هنا، ولكن ده مش بيحصل في كل الظروف. طبعا تلاقي في صوره مثلا ممكن تحديد الاطراف مش احسن حاجه. عموما لما البورتريه بيظبط بتاخد صوره كويسه هنا. وفي الاضاءه المنخفضه النتائج مش بتبقى احسن حاجه، ده سيناريو صعب كده كده على اي كاميرا موبايل، وده في الاول وفي الاخر برده موبايل اقتصادي، فما تتوقعش اداء يبهرك في الجانب ده في الاضاءه الليليه. وكاميرا السيلفي 13 ميجا بكسل مش افضل حاجه الحقيقه، يعني في الاضاءه العاليه تمشي معاك الدنيا، لكن اضاءه منخفضه الموضوع هيكون صعب ومش هتطلع بافضل نتيجه من كاميرا السيلفي. تقريبا اقل كاميرا سيلفي انا شفتها لحد دلوقتي في الفئه السعريه دي. في موبايلات تانية بتقدم سيلفي افضل من كده، تقدر تصور فيديو بكواليتي فول اتش دي او 1080 على 30 فريم في الثانيه، ما عندكش اوبشن اعلى من كده. واخيرا الموبايل هنا كمان مش بيدعم الان اف سي. تصميم الموبايل انيق جدا وبسيط يتماشى مع طابع الموبايلات الاقتصاديه. ماتريال الجهاز هنا من الازاز، وده شيء نادر فعليا في الفئه السعريه دي، والفريم هنا من البلاستيك، وفي نسخه تانية من الجلد خلي بالك. وطبعا ده هيوفر لك متانه مقبوله، في نفس الوقت محافظ على وزن اخف نسبيا للموبايل. وسمك الموبايل هنا 8.2 مللي. الموبايل هنا جايب اكتر من لون زي ما قلت لك، اسود اخضر بنفسجي ازرق. مستشعر البصمه جه على زرار الباور هنا، وسيستم الكاميرات طبعا اللي نقل فخامه الموبايل لحته تانية فعليا، ومن اشيك فعلا الديزاينز اللي ممكن تشوفها في حياتك. اوفر اول الديزاين هنا ممتاز. بالنسبه لسعره بقى، هو مصري للنسخه ال 128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر حوالي 5500 جنيه، وللنسخه ال 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر حوالي 6000 جنيه، واكبر نسخه من الموبايل ده ال 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر حوالي 6800 جنيه ميد ان ايجيبت. ونصيحه مني بلاش تبدا بال 4 جيجا رام، لان السيستم او النظام بياخد مساحه كبيره من الرام، فهتواجه تاخير وتقطيع اكتر في الاستخدام من حيث الاداء، ده مش هيكون الاختيار الامثل في الوقت الحالي. ابدا بال 6 جيجا رام، ستيل عدد رام كويس. السلسله دي من شاومي الحقيقه مش بشوف فيها ابجريدز كبيره مقارنه بالاجيال السابقه، يعني قريب جدا من ال 13 سي والفروقات مش كبيره ما بينهم. ولو محتاج وجهه نظري في الموضوع فالموبايل ده كويس بالفعل، بيديك قيمه مقابل سعر، في بعض التضحيات اكيد ولكن ده امر طبيعي، ده موبايل اقتصادي في الاول وفي الاخر، فما تنزرش منه اكتر من كده. الفئه دي تحديدا او الموبايلات دي بتبقى متوجهه للمستخدم العادي، مكالمات تصفح مهام يوميه خفيفه، ولو حبيت تلعب ولا حاجه الدنيا هتكون تمام معاك. موبايلات الفئه الاقتصاديه عموما مش للاستخدام المكثف، مش تقليلا من الفئه تماما والله، بس دي فعليا موبايلات للمستخدم العادي. وبس كده يا معلم، استنى رايك تحت في الكومنتات تقول لي رايك في الموبايل ده، هل الموبايل ده بيقدم قيمه مقابل سعر بالنسبه لك فعلا، وهل الموبايل ده مناسب لاحتياجاتك ولا لا، دي حاجه مهمه جدا. بس كده يا جدعان، يعني لو لسه ما عملتش لايك ولا سبسكرايب ولا كومنت حلو، يعني اتمنى انك تنزل تعمل كل الكلام ده دلوقتي، واروق على لازم واروق عليك كده. وبس كده، نشوفكم الحلقه الجايه، سلام.